الآلة دي أول ما بتبتدي تشتغل بتقلب الأرض من عمق 6 قدم كأنها طرية زي الزبدة، ولازم لها على الأقل 800 حصان عشان تشتغل، وبتشتغل زي من 3 ل5 بلدوزرات. السؤال بقى ليه بيستخدموها؟ لأن في أراضي ناشفة ومتماسكة كأنك بتحاول تحفر في صبة خرسانة. الجرارات العادية بالكاد بتوصل لعمق 2 قدم قبل ما تتعب أو تتكسر، إنما الوحش ده بينزل 6 أقدام تحت الأرض وبيكسر الطبقة الصلبة اللي تحت التربة بسهولة. بس في مشكلة، التربة اللي بيطلعها مش التربة الغنية اللي فيها غذاء، دي رملة ميتة وناشفة وما فيهاش حياة، ولازم بعدها تضيف سماد وتعالجها كذا مرة لحد ما تبقى جاهزة للزراعة. غالية جدا، بس بتغطي حوالي فدان وربع في الساعة، يعني أسرع بكتير من أي معدات زراعية تانية. في الأراضي اللي خلاص على وشك تموت، الماكينة دي بتبقى آخر أمل ليهم. لو حد فيكم في مجال الزراعة وجربها قبل كده يقول لي تجربته في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.